في مرة كده كنت قاعدة أنا وبنتي، فبتقولي: هو ليه يا ماما ربنا مش بيستجيب لينا كل الدعاءات اللي احنا بندعيها يعني كده الأدعية؟ فقلت لها: انتي عارفة ان انا بحبك صح؟ عندك شك في حبي ليكي؟ قالت لي لا. قلت لها: لو في حاجة طلبتيها مني انتي عارفة ان انا اعزها عليكي او اقولك لا فيها وانا شايفة ان فيها مصلحتك؟ قالت لي لا طبعا يا ماما. قلت لها: طب تخيلي ربنا اللي هو بيقول: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ربنا أقرب ليكي وأحن عليكي من أمك. تخيلي إن انتي لما يكون في حاجة انتي نفسك فيها ربنا هيمنعها عنك عشان يضايقك مثلا، ولا ربنا يبقى عايز يفرحك؟ قالت لي لا اكيد عشان يفرحني. قلت لها: مش يمكن الاختيار اللي انتي بتدعي بيه ربنا ده يكون فيه شر ليكي ويكون اذى ليكي وربنا شايل لك حاجه احسن بس انتي مش واخده بالك؟ قالت لي صح. فدايما في حياتنا في ناس بتبقى متضايقه قوي ودايما تقول: ليه يا رب مش بتستجيب لي اي دعاء؟ ليه يا رب كل ما بدعي؟ مش يمكن انت اللي بتدعي غلط؟ مش يمكن انت اختياراتك كلها زفت؟ كل حاجه انت عايزها بمزاجك والعواقب بتاعتها مش كويسه. ليه ما تقولش ان ربنا شايل لك الاحسن؟ ليه ما تقولش ان ربنا حايش عنك دعواتك اللي ممكن توديك في داهيه ورا الشمس وشايل لك حاجه احلى؟ مش اوقات كده يا جماعه لما بنقعد كده مع نفسنا ونيجي نشوف الناس اللي احنا كنا بندعي ربنا ان ربنا يجعلنا من نصيبهم، او الناس كنا بنحبهم: ايه ده؟ انا كنت بحب ده، انا كنت عايزه ده، انا كنت عايز دي. الحمد لله يا رب ان انت ما استجبتليش الدعوه بتاعتي. مش بتيجي كده اوقات بنبقى مصرين قوي على حاجه وبيبقى فيها شر لينا، او بنزعل على حاجه فرقتنا وهي اصلا شر لينا. فاعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيختار لنا احلى حاجه وافضل حاجه. سيبوا الامور على ربنا، قول: يا رب تركت امري بين ايديك، اللهم اختر لي ولا تخيرني. بس من قلبك طلع الدعوه من هنا، مش من هنا. هنا لا، من قلبك بجد، وتكون موقن الاجابه وعارف ان ربنا مش هيضيعك وان ربنا عايز مصلحتك وهيرزقك بالحاجه الكويسه اللي انت نفسك فيها، احسن من اللي انت نفسك فيها كمان. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. تمعنوها كده؟ يعني مفيش احسن من ربنا والله تطلبوا منه، مفيش احسن من ربنا تتوكلوا عليه. قول: توكلت عليك يا رب، وارمي حمولك على ربنا، وصدقني ربنا مش هيضيعك ابدا والله العظيم. السلام عليكم.